حبايبي حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد. النهارده بقى الفيديو بتاعنا مختلف. الناس بقى اللي بتقول اليوتيوب مفيش فيه فلوس، لا اليوتيوب مليان فلوس اهو زي ما انتم شايفين، وفي فلوس كمان اكتر من كده بكتير، بس للقنوات الكبيره او الناس اللي هي فاتحه من زمان. اول حاجه بقى عشان نكسب من اليوتيوب بقى نعمل ايه؟ معانا 4 شروط او معانا 4 خطوات. اول حاجه نفتح قناه يوتيوب. طبعا ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي ما حدش فتح لي القناه، انا اللي فتحت القناه لنفسي. لما قررت ان انا افتح قناه احكي لكم بقى عن تجربتي انا. اول حاجه انا فضلت متردده حوالي سنه، ان انا يعني كل شويه فكره بتيجي وتروح في دماغي، افتح قناه لا ما افتحش قناه، لا مش هتظبط معايا، لا مش عارفه ايه. فضلت حوالي سنه وبعد كده خدت القرار ان انا افتح قناه. فتحت القناه ازاي بقى؟ دخلت على فيديوهات يوتيوب عادي، وتكتبي بقى في البحث ازاي انشأ قناه او ازاي افتح قناه، يطلع لك بقى فيديوهات كتير جدا. فانت بقى تسمعي من الفيديو وتطبقي، تسمعي من الشرح وتطبقي على الموبايل اللي معاكي. الموضوع سهل على فكره يعني، بس هو كان باين بالنسبه لي برضو صعب، عشان يعني خطوات كانت صعبه بالنسبه لي وكده، وانا ما عنديش اي فكره خالص عن اي حاجه في اليوتيوب. يعني داخله اليوتيوب كده ايه بالبركه، يعني ايه، ما كانش عندي اي فكره او اي خلفيه او حاجه. فتحت القناه. اول قناه بقى فتحتها خالص، ما كان عندي قناه اصلا غير دي. في ناس يعني متابعيني كانوا متابعيني في القناه القديمه ومتابعيني هنا، فدول هيكونوا عارفين. فتحت القناه وعملت الشروط بقى اللي هي ايه؟ يكون معاكي بقى يكون معاكي 1000 مشترك، يكون معاكي 4000 ساعه مشاهده. دول اول شرطين. طبقت بقى الشرطين دول في يوم بقى، في شهر، في سنه، انتوا نصيب. طبقنا الشرطين دول، هنبدا الاعلانات بقى تنزل لنا على الفيديوهات. طبعا الكلام ده في ناس كتير عارفينه، بس انا بقول للناس اللي هي مبتدئه او الناس اللي هي يعني ايه عايزه تاخد الخطوه ومكسله او متردده زي او كده. خلاص طبقنا الشروط، هنبدا بقى ندخل القناه المراجعه، تبدا تتراجع حوالي تاخد من يوم لشهر. انا في المرتين يعني في القناتين خدت معايا اول مره 24 ساعه واليوتيوب وافق عليها، وتاني مره خدت معايا حوالي 3 ايام ولا حاجه، واتوافقت واتقبلت الحمد لله. هي القناه اللي انا بكلمكم منها دلوقتي دي. القناه القديمه بقى ارجع لكم تاني، القناه القديمه يعني بعد ما طبقت انا الشروط بقى كلها، قدمت القناه المراجعه واتقبلت، وبعدين حققت الربح على الفيديوهات. بتخش بقى انت طبعا في الاعدادات بتعملي تفعيل الربح وتنزلي اعلانات وكل الحاجات دي. انا عرفتها من الفيديوهات اللي هي على اليوتيوب، اجيب الفيديو اسمع الخطوه، اروح موقفه الفيديو داخله عامله نفس الخطوه وارجع اكمل تاني، اسمع الفيديو تاني اكمل الخطوه اللي بعدها وهكذا. يعني محدش ساعدني في حاجه، وانا اصلا ما طلبتش كمان مساعده من حد. انا يعني كل حاجه عملتها كده يعني من دماغي كده يعني ايه، ما سالتش حد وما عملتش، قلت كده كده اليوتيوب فيه كل حاجه، فانا ليه اسال بقى؟ واصلا كده كده ما حدش بيفيد حد يعني. المهم نرجع تاني. خلصت بقى القناه، نزلت بقى الاعلانات عليها. نخش بقى على الشرط اللي بعده. بعد ما نزلنا بقى الاعلانات وكله تمام اهو، لسه ما خلصناش. نرجع بقى يبقى قدامنا لسه 2 شرطين، والشرطين اصعب من بعض الصراحه. اول حاجه لازم نجمع 10 دولار علشان يجي لنا البين كود. البين كود اللي هو ده بيجي لك بقى من اليوتيوب، من ادسنس نفسه مكتوب عليهم، من جوجل ادسنس. بيكون في بقى كود تعريفي كده، بتخش برده في الاعدادات بتدخلي الكود ده، بس بعد ما تجمعي ال10 دولار. ماشي؟ بعد ال10 دولار دول ما بتجمعوش بسهوله على فكره، بتاخدي وقت، خصوصا كمان عشان قناه صغيره وكده بياخدوا وقت. جمعت بقى ال10 دولار، يعني برضو ما تيأسيش لو هم بياخدوا وقت شويه، بتبقى القناه لسه صغيره ومش معروفه، فبتبدأي بقى تعملي فيديوهات كتير. بيجيلك بقى فيديو يجيب 10 سنت، فيديو يجيب 20 سنت، في الاخر يعني ايه تاخدي وقت وتجمعي ال10 دولار. السنت ده اللي هو الفكه بتاعت الدولار، يعني زي بالنسبه لنا كده الجنيه والربع جنيه والحاجات دي. جمعنا ال10 دولار، بندخل بقى في الاعدادات ونطلب البين كود. في خطوه كده برضو بتعمليها ان انت تطلبي البين كود. البين كود بيوصلك في خلال شهر. تطلبي من حقك تطلبيه 3 مرات، يعني تستني، طلبتيه مثلا تستني الشهر ما وصلش ليكي على العنوان اللي انت حاطاه لهم بقى ورقم البريد وكده اللي انت حاطاه وانت بتقدمي اصلا قانون المراجعه في الاول.
بيجيلك بقى البين كود عن طريق البريد. قدمتي 3 مرات وما جاش لك، بتفعلي بقى بالبطاقه، بس لازم تقدمي عليه 3 مرات وكل مره تستني شهر. انا برضو لما قدمت عليه هو جالي في الشهر بالظبط، يعني ما اتاخرش عليا، فانا ما لجأتش لخطوه ان انا افعل بالبطاقه. بعد كده بتبداي بقى، خلصتي بقى موضوع البين كود، بتخشي بقى على الخطوه الاصعب، ان انت تجمعي بقى $100. تجمعي $100. جمعتي بقى $100 اهو. قبل ما تقفلوه بقى بحاجه بسيطه، هتروحي بقى على البنك تفتحي حساب. لازم بقى تفتحي حساب بنكي، وتخشي برضو في الاعدادات بتاعه القناه، تحطي رقم الحساب بتاعك والايباد والسوفت كود والحاجات دي كلها. تخشي برضو تحطوهم من ضمن الاعدادات، علشان الرقم والحاجات دي اللي هيبعتولك عليها الحوالات اللي انت هتستلميها. يعني هتروحي بقى البنك، هيحصل بقى معاكي مشكله ان انت لو انت عايزه تستقبلي فلوس بالمصري، يعني انت هتروحي مثلا تفتحي حساب بالمصري. ده اللي حصل معايا اصلا بالظبط. رحت عشان افتح حساب يستقبل عملات من بره، انت تروحي تقولي له يعني انا عايزه حساب يستقبل عملات من الخارج او يستقبل دولارات وكده. هيقولك لازم تفتحي الحساب، بدل ما تفتحي تحطي بقى فيه فلوس مصري، لازم تحطي فيه فلوس دولار. فانا ما كانش متاح معايا فلوس دولار في الوقت ده، فانا فتحت الحساب بالمصري. ودي غلطه يعني، وانا المفروض يعني اعدلها، لانك بقى لما بتعملي حساب بالمصري البنك بيلزمك ان انت تستلمي الفلوس بالمصري. لو انت عايزه تستلمها بالدولار مش هيرضى يسلمها لك بالدولار، لازم تستلمها بالمصري. وكمان البنك بياخد منها نسبه كبيره، وطبعا احنا عارفين ان فرق الدولار من جوه البنك وبره البنك بيفرق معاكي كتير. لو انا بقى دلوقتي انا عايزه اعدل بقى الحساب، يعني الغي الحساب ده وافتح حساب تاني اللي هو يستقبل لي بالدولار، علشان اعرف استلم انا بقى الفلوس بتاعتي بالدولار، وانا حره بقى افكها اعينها كده دولار زي ما هي، افكها بقى انا في القسط ده انا حره. يعني ايه ده بيفرق مبلغ كبير في حد ذاته يعني. وبس كده، هو ده اللي حصل معايا بالنسبه للقناه. القناه بقى الاولانيه بتاعتي اللي اتقفلت في اخر خطوه، اللي هو وانا بجمع بقى $100. يعني انا عديت كل الخطوات الصعبه اللي في الاول، $10 وال1000 وبشترك وال4000 ساعات مشاهده، والقناه خلاص نزل عليها اعلانات وكل الكلام ده، وفي الاخر على اخر خطوه الحساب اتقفل. معرفش ليه ومعرفش السبب لحد دلوقتي، بس انا برضو ما يئستش، وتاني يوم على طول فتحت القناه دي. القناه الاولانيه كانت مقفوله وهي عليها حوالي 157 فيديو، يعني كانت خدت معايا شوط كبير جدا، وكنت متعلقه بها جدا سبحان الله. وكانت القناه دي كنت يعني ايه حماسي كله فيها وطاقتي فيها كده، وكل يوم لازم انزل فيديو، ومهتمه بقى واصرف بقى عشان اجيب حاجات واعمل فيديو وكلام من ده. غير القناه دي خالص بقى، القناه دي على فكره مش متحمسه لها قد كده. يعني انا القناه دي وقفتها سنه كامله، يعني من رمضان اللي فات، قبل رمضان اللي فات باسبوع بالظبط، لحد من شهر تقريبا وانا كنت موقفه القناه دي، ولا بعمل فيها اي حاجه، ولا بنزل فيديوهات، ولا بفتحها، ولا اي حاجه خالص. وسبحان الله كده مره واحده كده حسيت ان انا يعني ايه حاجه داخليه كده او حاجه ربانيه كده شجعتني ان انا لا ارجع تاني واكمل في القناه واشتغل فيها وكده. خصوصا ان القناه مفعله ربح، يعني كمان في ناس بتقعد بالسنين عشان تعرف تفعل الربح، فانا ازاي اسيبها كده واقفلها وهي من غير ربح، وهي قصدي عليها الربح. وفكرت كمان ان انا ابيعها، بس بصراحه استخسرت يعني، لان قلت خساره ان انا ابيع تعب كده في الفاضي، لا انا اسيبها مركونه كده ومحدش يستفاد بيها. لان القنوات اصلا بتتباع بمبالغ تافهه جدا، يعني القناه حتى لو متفعله بتتباع بمبالغ ضئيله جدا، ما تستاهلش التعب اللي احنا تعبناه فيها في الاول. يعني هو تعب القناه كله بيبقى في الاول في ال4 شهور دول، وان انت بقى تفهمي اصلا كل حاجه، وتفهمي بقى ازاي تعملي مونتاج، وتفهمي ازاي تجيبي بقى برامج وتتابعي وتشوفي وكده. فالموضوع يعني ايه، حسيت ان مهما اخد فيها كتمن يعني مش هيجي حاجه قصاد تعبي فيها. فده اللي خلاني برضو لغايه الفكره قلت لا مش هبيعها، انا لو ما رجعتش اشتغلت فيها هسيبها زي ما هي كده. وهو ده اللي حصل، سبتها مركونه سنه، وفي الاخر رجعت تاني بقى لي شهر اهو معاكم، وكملت بقى $10 من فتره، وجالي بقى البين كود كده. متبقي بقى الخطوه اللي انا بعمل فيها حاليا، هي الخطوه ان انا اجمع $100. ودلوقتي انا بجمع $100 بقى، وان شاء الله كده بدعمكم ليا بقى وقفتكم معايا. $100 دول مش هياخدوا وقت ان شاء الله، وفي ثانيه كده في السريع كده هجمعهم، وهطلع برضه افرحكم
بس الفيديو ده كنت عاملاه عشان اعرفكم ان اليوتيوب فيه فلوس، مش زي ما الناس بتقول كده او بتشكك، او في ناس حواليا يقعدوا يقولوا لي بتضيع تعبك على الفاضي ومش هتاخدي حاجه في الاخر وكل الكلام ده. لا، هو اليوتيوب فيه فلوس وان شاء الله كده هيجي بقى يوم وامسك لكم بقى شويه فلوس اكتر من دول كده واقول لكم ده القبض بتاعي من اليوتيوب وافرحكم معايا. بس كده الفيديو ده كان فيديو توضيحي كده للناس اللي بتقعد تقول لي بتضيعي وقت والكلام من ده، ودي برضو تشجيع للناس اللي عايزه تفتح قناه متردده. لا، افتحي بقى واعملي اللي عليكي وتشجعي، وان شاء الله ربنا مع الجميع يعني، وربنا يوفق الكل. بس كده ده كان فيديو النهارده، اشوفكم بخير ومع السلامه.